مرحبا شيخ. مرحبا مولانا. خليك يا عمر. مرحبا بك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عايزك، انا عايز حاجه لله عشان انا مش معايا فلوس، عايز اروح الصعيد ومش معايا فلوس. عايز ايه يعني؟ انا هتديني 100 جنيه مساعده لله. جنيه في عينك يا راجل، وانا لسه اشتغلنا ب 100 جنيه. شوف انت رايح فين وايه اللي دخلك هنا؟ مش تستاذن قبل ما تخش. الله يسامحك. هي وكاله من غير بواب. شوف انت رايح فين، ما تروح اشتغل. انت عامل زي الشحت كده. الله يسامحك. اقول له ايه حلو؟ جاي يقول لي 100 جنيه، اقول له ايه؟ ممكن نقول له الله يسهل لك. والله يسهل لك يا عم. ربنا سبحانه وتعالى شو بيقول ايه يا اخي؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أجر. يعني هو جاي يسألنا وممكن يكون محتاج أو مش محتاج، فأنت لو قلت له الله يسهل لك وقلت له كلمة حلوة أنت كسبت. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أجر. يعني حضرتك لو عطيته دلوقتي ورحت قلت للناس أنا عطيته، أنت كده خسران، الصدقة دي ما اتقدمتش. إنما لو أنت قلت له الله يسهل لك وقلت له كلمة حلوة دي أحسن عند ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول لك كمان إيه؟ يقول لك وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. جالك واحد وبيقول لك اديني حاجة لله وأنت معكش، قول له الله يسهل لك، قول له ربنا يقويك، قول له ربنا يعينك. إنما ما تردهوش بالطريقة اللي هي تجرحك. ممكن يكون محتاج وأنت بتجرحه أكتر، فده بيبقى عقابها عند ربنا سبحانه وتعالى شديد جدا. إنما لما تقول له الكلمة الحلوة يا أخي سبحان الله، أنت لو تبسمت في وشه بس ربنا يديك صدقة. شوف ربنا أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ بيقول لك تبسمك في وجه أخيك صدقة. وبعدين في حاجة كمان، أنت كمان لو هو سألك وعطيته حاجة ما تخليش إيدك الشمال تعرف أنت عطيته إيه بإيدك اليمين، علشان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وكمان في حاجه يا شيخ محمود برضه بالاضافه اللي انت قلته، النبي عليه الصلاه والسلام امرنا الا نرد سائل، بمعنى في حديث قالوا لا ترد سائل ولو كان على ظهر جواد. يعني حتى لو السائل اللي جاي يقول لك اديني حاجه لله، لو كان راكب فرس وانت ماشي على رجليك وطلب منك حاجه لله ما تردوش، اللي تقدر تديله له طالما هو قبل على نفسه كده. طب احنا في ايام ما يعلم بالله ربنا ما يطلع يشتغل. هو لو لاقي شغل ما كانش جالك. لا لاقي شغل والدنيا مليانه شغل. وماله حتى لو لاقي شغل، انا زي بقول لك دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لا ترد سائل ولو كان على ظهر فرس او على ظهر جواد، معنى كده ان هو مبسوط ومعاه يركب فرس، يعني يقدر يبيع فرس ويشتغل، بس ما تضمنش ايه اللي جبره لانه يقول لك الدين. هو يجي لك يقول لك الدين، يقول لك الدين. هو قال لك انت ماشي على رجليك ما تملكش فرس، يعني انت ما عندكش فرس ولا حتى ايا كانت الدبه اللي انت راكبها، هو راكب فرس ووقف لك في سكه وقال لك اديني حاجه لله. الدين انت ما تعرفش ايه اللي وراه، ما تضمنش هو بيعمل ايه. احنا طبعا ربنا يستكمل الحال وربنا ييسر لك الامر ان شاء الله، وجيل اللي يوصلك لحد مكانك. ويا ريتنا والله كنا نقدر نساعدك وانت اخونا وكلنا واحد، وممكن كل واحد الله يسهل يتحط في الموقف دوت. لازم يا لازم الله يسهل.